أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا من هنا نبدأ الحلقة الثانية اللي نحن بدأنا في الحلقة السابقة موضوعنا عن الإجراءات السلامة الأسرية، ويمكن أنا ذكرت حادثة الصديقة اللي حصل عندها في المطار وكيف كانت المشكلة. من أجل سلامة الأسرة ناقشنا موضوع اللي هي جانب المعاملة، جانب الوجداني، جانب العاطفي، المعاملة داخل أفراد الأسرة، بين أفراد الأسرة، كيف تكون المعاملة، ما هي طرق أن احنا تجعل الأسرة مترابطة، يكون بين الاحترام والتقدير، ما هي وسائل اللي تجعل الأسرة، حياة الأسرة تكون حياة سعيدة، الإنسان يشعر فيها بالانتماء، أشعر بأن أنا في بيئة آمنة، أشعر أن أنا جزء من هذه الأسرة، أسعى يعني لتحقيق السعادة والرفاهية لهذه الأسرة. هذه كلها تعتبر من النقاط الأساسية ويعتبر هو محور الأول. الآن إن شاء الله اليوم في الحلقة الثانية حأتناول محور آخر أو جزء آخر كما ذكرت، يعني للمثال السابق نرجع ونعود مثلا للمثال السابق اللي هو موضوع الطيارة، واللي هي موضوع اللي كيف الملاحة الجوية، كيف الطاقم اللي هو كل الطاقم الإداري في الطائرة يكون حريص جدا على راحة المسافر أو راحة الراكب. إحنا كأفراد أسرة أو كقيادة أسرية نتناول إن شاء الله كيف تكون القيادة الأسرية، والهدف من هذه القيادة أنه تحقق السلام وتحقق المستقبل المشرق بالنسبة لأفراد الأسرة. بالنسبة للقيادة الأسرية، القيادة الأسرية هي حتمية كونية، ولا يصلح حال وأمر الناس بشكل عام إلا بوجود هذه القيادة. يعني إن لم تكن هنالك قيادة أسرية، الأب والأم، الزوج والزوجة، بأي حال من الأحوال هذه الأسرة لن تسير بالطريقة الصحيحة، وهذه المسؤولية وهذه الأمانة اللي احنا تحملناها، وبناء على هذه المسؤولية كونت هذه الأسرة. ما هي النقاط اللي هي مسلمات هذه القيادة؟ من أهم المسلمات هذه القيادة اللي هي احتياج فطري. نحن بشكل طبيعي نحتاج لقيادة أسرة. يعني لو تخيلنا أنه الأسرة بدون والي أم، بدون أب وأم، بدون، يعني ما حيتكون هذه الأسرة زي ما ذكرت أسرة سليمة. فكون أنها احتياج فطري، أنا أكون اليوم أنا الأم، حيكون عندي أحفاد، وبنتي رح يكون عندها أحفاد، وهكذا تتسلسل، لأنه هي باعتبارها هي حتمية كونية، وأن المجتمع لا يصلح إلا بقيادة الأسرة. طيب ما هي التزامات هذه؟ ما هو دور القيادة الأسرية؟ ولماذا هذه القيادة؟ لأن هذه القيادة الهدف الأساسي منها تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار داخل الأسرة. هي لها القدرة على تحقيق التفاعل الإيجابي داخل الأسرة، وذكرناه في الحلقة السابقة كيف يكون الحوار الفعال، كيف يكون الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة. غياب هذه القيادة داخل الأسرة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الفوضى، تؤدي إلى عدم الإنتاج، تؤدي إلى عدم اللي هي تحقيق الأهداف السامية بالنسبة للأسرة. ونحن نتوقع أنه يعني إذا لم يكن الموجهين الوالدين موجودين، حتكون حياة الأسرة سائبة، حتكون في فوضى عارمة يعني. فبالتالي هذا نلاحظه لو متذكرين في 2020 أيام اللي هي جائحة كورونا، وجود القيادة داخل الأسرة كيف كانت، يعني من خلال قيادة الأسرة استطاعت الأسرة أن تحافظ على سلامة الأسرة، سلامة الأسرة من كل النواحي، سلامتها اجتماعيا، صحيا، نفسيا، سلامتها اقتصاديا، يعني كل ما يندرج تحت سلامة الأسرة كان قيادة الأسرة، الوالدين في فترة جائحة الكورونا وفي جميع الأزمات. يعني لاحظ حتى في الكوارث
الطبيعية، ونلاحظ إنه هذه القيادة لها دور إنه تحتوي هذه الأزمات وتوجه الأبناء، ويكون عندها دور فاعل في تجاوز هذه الأزمة. نقطة أخرى اللي هي عدم وجود القيادة زي ما ذكرت حيؤثر على عدم الإنتاجية. يمكن أعطيكم مثال، اللي هو الآن عندي ابن وعندي ابن يكون متميز، إذا لم يجد هذا الابن داخل الأسرة قيادة رشيدة، والدين لهم وعي ولهم إدراك وعندهم خطة مستقبل ماذا يريدوا من ابنهم، ما هو الهدف أصلا من إنجاب الأبناء، فهذه الخطة، هذه الفكرة، كأنه أنا مدير هذه الشركة ومدير هذه المؤسسة، أريد أنه أنا أحقق أفضل أرباح في نهاية العام، أريد أن تكون سمعة هذه الشركة اللي هي الأسرة أن تكون من أفضل الأسر داخل أو من أفضل الشركات داخل هذا المجتمع. وهذا ما تسعى له. حتى في المثال الأول كل شركات الطيران تسعى لأن تكون أفضل شركة ولها مكانة ما بين الشركات الأخرى وتحقق هذه السمعة، وبالنسبة لها يعتبر يعني ركيزة أساسية في البزنس. فإذا كان هذه الشركات تعمل بهذا الفهم، فما بالكم نحن كقيادة أسرية لابد أن نسعى في إنه كيف تكون القيادة موجهة ومثمرة، قيادة منتجة من أجل مستقبل ظاهر لأبنائها. وهذا هو شعارنا زي ما ذكرت في البداية، ذكرنا إنه شعارنا هو الأسرة أولا، ويكون أنا دوري كوالية أمر أهيئ هذا المناخ الأسري، يكون هذا المناخ اللي يتيح للأبناء يكونوا منتجين، يتيح للأبناء أن يكونوا هم فاعلين في الأسرة أولا ثم في المجتمع بشكل عام. تستحضرنا قصة من ضمن الأشياء اللي أنا يعني أتذكرها في موضوع عدم الإنتاجية في الأسرة وعدم تحقيق الأهداف. كان في طالب ابتعث لإحدى الدول جنوب شرق آسيا. هذا الطالب الأسرة طلبت منه، فرضت عليه أنه يدرس في مجال الطب، والطالب ما كان عنده رغبة أصلا يدرس هذا المجال. فالوالدين كعادة نحن يعني ما ظلنا وأحيانا نمارس هذا السلوك وغير صحيح وغير منتج، اللي هو نحن نضغط على أبناء، نجبر أبنائنا يدرسوا مجالات هم مو مقتنعين فيها أصلا. يعني هذا الطالب يعني لو تخيلوا يعني المبالغ اللي صرفت من أجل أنه يدرس الطب في السنة الأولى والسنة الثانية، ولم يستمر في الكلية، وحتى يعني يمكن كذا مرة يعني رسوب في الجامعة، ثم بعد ذلك حول لتخصص آخر. ماذا هو في حالة تخبط، في حالة فوضى، لأنه القيادة ما كانت تفهم حقيقة الإنتاج الصحيح، يعني بمعنى أنه فقط هي فرضت رأيها على ابنه، يعني هو ما عنده إمكانيات من الأصل يعني. فكان النتيجة في نهاية المطاف بعد مضي 3 سنوات و3 أعوام في الجامعة تنقلا من كلية لكلية أخرى، في النهاية خرج هذا الطالب ولا شيء، يعني لا درس المجال اللي هو كان يرغب فيه، ولا حتى لأنه إمكانيات الأسرة يعني نفذ كل ما عندها في هذا المجال. ونحن كما يعني الكل يعلم كيف الآن مصاريف الدراسة وتكاليف الدراسة خاصة في بعض المجالات مكلف جدا، فما بالك أنا أدفع ابني لمجال أنا سلفا مدركة أنه ما حيحقق هذا النجاح. طيب أين القيادة الرشيدة؟ أين القيادة الحكيمة؟ أين القيادة الواعية اللي تنظر للأبناء هم الاستثمار الحقيقي؟ أنا استثمار الحقيقي في أبنائي، استثماري إنه أنا كيف أجعل الأبناء يختاروا مجالات تتناسب مع إمكانياتهم، تتناسب مع مقدراتهم العقلية، تتناسب مع طموحهم وشغفهم في هذا المجال. لأنه في نهاية المطاف الطالب راح يخسر ابني، وأنا في النهاية يعني أنفقت كل ما لدي وخسرته، فيكون يكون الندم والحسرة وعدم الرضا، ويؤدي أحيانا إلى يكون في يعني فجوة بين الأبناء والآباء. هذه واحدة من القصص الحقيقية وما زالت تتكرر حقيقة يا إخوتي وأخواني المشاهدين. هذه القصة، هذه المواقف تتكرر بشكل يومي في بعض الأولياء الأمور، نتيجة لأنه عشان تباهي تفاخر أمام الأسرة، أمام القبيلة، أمام المجتمع، إنه ابني يدرس كلية الطب.
يعني ففي النهاية يعني إيش الفائدة إذا كان هذا الابن أنا أخرج أبناء أحيانا في مجالات تسبب إعاقات مجتمعية. فهذه واحدة من النقاط اللي تحتاج مننا نحن كقيادة رشيدة. إذا كان شعارنا الأسرة أولا ومن أجل سلامة وحياة مستقرة للأسرة، لابد أن نراعي هذه الجوانب. جانب آخر اللي هي مشاريعنا الاستثمارية. نحن في أبنائنا دائما يكون عندنا خطة للأبناء، خاصة في مجال الدراسة، في مجال، والمجال الأهم والأعظم هو مجال الجانب الأخلاقي، الجانب تربية الأبناء في قيمنا الإسلامية، الجانب الروحي، الجانب الديني. أنا مشروعي أتوقع أنه هذا مشروعي خلال هذه السنة، أنه ابني يحفظ القرآن، أعينه على حفظ القرآن، أعينه على أنه يختار الصحبة الصالحة. أنا كقيادة ييسر له هذه الأمور. فبمعنى أنه إذا كانت القيادة حقيقة قيادة واعية مدركة مع تحديات اللي نحن نمر بها، يعني الآن يمكن نحن كلنا في هذه مع تلاطم الأمواج مع وسائل التواصل الاجتماعي، أحيانا يصعب علينا نحن كقيادة أسرية أو كقيادة مجتمعية، يكون من الأمر الصعب جدا نحن كيف نواجه هذه التحديات. وهذا تحتاج مننا إلى وعي، إلى إدراك، إلى معلومات، متابعة، نتابع أبنائنا في هذه الأمور من أجل سلامة الأسرة. حقيقة هذه هي النقطة الثانية اللي هي تتعلق بالقيادة الأسرية، وهي تعتبر ضرورة حتمية، وهي تعتبر من الأشياء الاحتياجات الفطرية. ونربطها مع الحلقة السابقة اللي هي موضوع الجانب اللي هي الوجداني، الجانب المعاملات. حاولنا بقدر المستطاع أنه نلخص نقاط بسيطة جدا، وهي يعتبر أنا إشارات في موضوع سلامة الأسرة، وشعارنا هو الأسرة أولا. وأرجو أن يكون الجميع إن شاء الله في سلامة وأمان. أكتفي بهذا القدر إلى أن ألقاكم في موضوع آخر وحلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا،